وبعدين بقى يا جماعه في الاخ بلبن ده يا جماعه، النهارده بقى بلبن يعني بيخترع اختراعات جديده، عامل حاجه اسمها السلنكاتيه، فاحنا النهارده هنجربها ونشوف ايه قصه السلنكاتيه. قبل كده عمل لنا القشطوطه وعمل لنا الطسطوسه وعمل لنا الكشري الحلو وعمل لنا الطعميه، فالنهارده جاب لنا حاجه جديده اسمها السلنكاتيه، عامله ضجه كده والناس كلها منبهره بيه، فمش عارف ايه الانبهار ده. احنا هندوق النهارده اول مره نجربه معاكم، هندوق ونشوفوا ايه راينا، اذا كان حلو ولا اي كلام ولا عامل دبل كده على الفاضي يعني. بصوا يا جماعه احنا جبنا 4 انواع، في نوعين جداد، انا مش عارف ايه النوعين الجداد ده، اول مره اشوفهم النوعين الجداد دول. الالوان دي ده سلنكاتيه بغزل البنات، وده سلنكاتيه بالريد فيلفت اللي هو صوص الكريز يا جماعه. ومعانا هنا ده اوريو ونوتيلا، ومعانا هنا مانجا. على فكره في انواع تانية كتير اللي هي البيستاشيو بقى واللوتس وكده، بس يعني ايه دي حاجات يعتبر احنا مجربينها قبل كده، بس احنا اهم حاجه نجربها اللي هم النوعين دول. طبعا انا جبت المانجا عشان المانجا معشوقة الجماهير. فاللي مش عارف بقى السلنكاتيه عشان امل بتحبها يا جماعه، فاللي مش عارف السلنكاتيه ده ايه، اللي هي قطعه كريم بورليه، عليه قطعه اشطوطه، عليه كنافه متحمصه كده ومتحمره في السمنه البلدي، وعليها كريمه، وبعد كده بقى بيحط عليه بقى صوص نوتيلا مانجا. خلينا نبدا باول حاجه ايه؟ يلا بينا نبدا مثلا بالمانجا. خلينا نبدا بالمانجا. المانجا دي الحل بيها. بصوا انا متشار ده، بس ده احنا هشوقكم، خلي دولت في الاخر. ماشي يلا بينا نبدا بالمانجا. طب يا جماعه ده ايه طبق المانجا كده، ده السلنكاتيه بالمانجا. مثلا المانجا متخزنه وكميه كتير. بس المانجا متخزنه مش لا مانجا فريش. تخزين، لان احنا في الصيف اصلا، بدايه الصيف مفيش مانجا، عذرا فدي ليهم يعني. تقريبا ديت مانجا متخزنه. زي ما قلت لكم هي ايه، كريم بورليه، عليه قطعه اشطوطه، عليه كنافه متحمصه، عليه كريمه، عليها مانجا. عامه احنا اول مره ندوقها وهندوقها معاكم. يلا نقول بسم بينا. الله الرحمن الرحيم. احنا نضرب من تحت كده. انا هكتشف لان انا مش عارفه ايه اصلا الاطعمه اللي جوه. بسم الله يلا. يلا. احنا ناخد بالمعلقه من تحت كده. لا في النص شغل جامد. في كريمه. وفي اشطوطه. اشطوطه انا يا ما خدتهاش لهوي. كلها. طعم القشطوطه موديها في حته تانية. بص قشطه من جوه. القشطوطه مع الكريم بورليه مع الكريمه مع المانجا موديها في حته تانية. ايه الجمدان ده؟ لا ملوش علاقه خالص بالكشري. دوق كله بقى مع مره واحده عشان خاطر ايه. يا جدعان بصوا اختراع جامد والله العظيم. احلى حاجه فيه ان هو العصاره فيه ياما. الصوصات فيه كتير كده. الصوصات فيه كتير، تحس ان هو بيتبلع بسرعه. الكشري كان ناشف خالص وكان فيه حاجات مقرمشه كتير زي مثلا الجلاش. وانت عارفه بقى الحاجه الحلوه اللي هنا ان الكنافه مش كتير، مش مهيبرين في الكنافه. الكنافه هنا ايه يعني شويه يعني ايه حاجه بسيطه كده، مش كنافه كتير. الجلاش كانوا حاطين جلاش وحاطين طبقه كنافه طبقه، وتاكل مفيش اي عصاره ولا اي. بس هي بقى ايه هنا حاطين كريمه كتير. يعني ايه الكريمه، تحس ان هي الكريمه يعني ايه. لا بصراحه كريمه كتير. هو حلو، بس اللي تحت ده انا حاسه اللي هو قلب على كريم كراميل شويه. هو الكريم بورليه ده يعني ايه شبه الكريم كراميل ده، تقريبا بتعمل بالبيض او ببياض البيض او بصفار البيض، مش عارفه بتعمل ازاي. ببياض البيض حاجه زي كده. صراحه هو جامد يا جماعه الصراحه. حلو بجد جامد. وساقع كده بيرطب على القلب يعني. نخش على اللي بعده. يلا بينا. طبعا يا جماعه رحبوا بابراهيم، يعني انت اول مره تشوفوا حد بيخش يكمل بقيه الفيديو، احنا بدانا الفيديو من غير ابراهيم. المفروض ان احنا كنا هنصور انا وابراهيم يعني، فابراهيم طبعا كان وراه فرح متاخر، فانا قلت لا تعالى احنا نصوره، فاحنا خدنا اول حاجه لقينا ابراهيم انت من جاي. الاول ما كنتش عايز، ما كنتش هصور معاك من الاول. لا والله اطلع بره انت واخوك، انا هكمل الفيديو ده لوحدي. انت احتياطي. معلش يا معلم. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ والله وحشين، معلش كنت بره ولسه جاي حاجه. هو كان عنده فرح، هو كان كل شغل ايه، هو كان عايز يجرب بقى بلاد. والله زعلت. انا جيت لقيتك نايم. لا طبعا خير وبركه برضه يا امل. كده وكده كده وكده. ماشي. طبعا احنا جربنا المانجا اول حاجه حلوه. بعد كده بعدها بعد الفيديو بقى. لا المفروض كنت دوقتها لي. المفروض اشوفها عشان اشوف رايك. ايوه انا ده حطيتها في الثلاجه. طلعها عادي. برضه طب روح هاتها بسرعه. فيديو ما ينفعش ما يجربش. لازم اديكوا رايي برضه. ودينا رايك بقى. انت جابوا يجرب الثلاثه بقى بس. بص قول يا باشا، هو هيقول رايه، هو احنا قلنا راينا. دوق كله مع بعض كده من هات من تحت. حلو. بس خدنا راي كده. طب الحمد لله مش عايزين لا حاجه والله كده. بس جميله خلي بالك. مرضيه كده. احلى من كل مره. دي اول مره ناكلها دي أول مرة ابراهيم. ناكلها. انا اول مره نعملها وابراهيم اول مره يعملها. حلو. دي ولا الكشري؟ لسه ما شفتش الكشري. ما احنا ما جبناش كشري. احنا جبنا كشري قبل كده. الكشري قبل كده. لا ما كنتش معاك. والله
ماشي طب يا جماعه احنا كده هنجرب التجربه الثانيه. خلاص بقى يا ابراهيم، انت هتاكلها. برافو ابراهيم، انت جاي تتعشى انا جاي المانجا حلو. الثلاجه تاني. لا هات اهو. يلا. طب يا جماعه احنا معانا بقى التاني طبق اللي هو إيه اوريو والنوتيلا. بس هم مش عارف بقى يعني شوفوا الكميه عامله ازاي يعني. كميه قليله يعني جدا كميه بصراحة. الاوريو اكتر من كميه النوتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. على اليمين الاول، بسم الله. اغرفي من تحت كده يعني. من نص كده عشان القشطوط. بلبن دوخنا بالاسامي بتاعته. بلبن مش استنى استنى عشان البتاع ما قدمش خالص. ندوق كده. بسم الله. جامده. دوق. بص مبدئيا جامده. هي حلوه، بس اللي عجبتني المانجا. لا المانجا حلوه، بس دي حلوه في ايه؟ ان سكرها شويه جامده. بالنسبه للناس اللي ما بتحبش السكر يعني. لا انا عشان انا بحب المانجا، فبتاعت المانجا هي اللي عجبتني هي الصراحه. المانجا اللي عجبتني برضه، بس هي حلوه بالنسبه للناس اللي ما بتحبش. انا ما عجبنيش ان انا اللي هو الصوص اللي هو انتوا عارفين اللي هو فيه شوكولاته وفيه اوريو وفيه كنافه وفيه حاجات كتير جدا فيها سكر، وهي اصلا مش مسكره. مش مسكره خالص. معدبينها شويه. دي حلاوتها. مش مجزعه، مش بتخش بقك كده تجزع، لا هي جامده صراحه، مظبوطه 100% بالسكر. يعني الناس اللي عندها جامدة. سكر تاكل جامده. بقلب لا جامد. هي بس حلوه قوي سعيد. الثانيه ولا ديت الثانيه الاولانيه؟ لا ودي كمان فيها حاجه حلوه، ان الكنافه بتاعتها مقرمشه قوي عن الكنافه اللي هي بالمانجا. في التانية في الثلاجه. لا المانجا. المانجا ما دوقتهاش انا. ما انت اصل ده مانجا دلوقتي يا انا ابني. دخلتها الثلاجه. يا فاكرة. لسه. بالنسبه لي انا المانجا احسن من دي. لا دي ماشي، انت بالنسبه لك لا ايه؟ المانجا احلى، بس انا بدي معلومه برضو للناس اللي عندها سكر تاكل من دي، سكرها مش ياما. اللي ما بتحبش السكر ياما تاكل منها حاجه. المفاجاه دي بقى، المفاجاه بتاعتنا اللي مش في الطعمين دول، المفاجاه بتاعتنا في الطعم الثالث والرابع. هنخش هم بقى دول على الطعم. الصدمة. في طعمين يا جماعه اللي احنا قلنا عليهم بقى، اللي انا يعني متشوق ان انا اجربهم. يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. نخش بقى على معشوق الجماهير الجديد يا جماعه. ده سلنكاتيه بغزل البنات. شايفين الكميه؟ مش متفائله بصراحه. اللون غريب. بص هو بص انا عايز ادوق اللون لوحده هنا. هو عايز ادوق اللون لوحده ده، يعني اشوف الصوص ده عباره عن ايه. جامد. غزل البنات. والله العظيم. والله العظيم. حلو. يلا ندوق. يلا ندوق. اضرب يا باشا، اضرب بالمعلقه. بص بقى دي اللي قشطوطه مربعه دي فيها باينه، تحس ان هي باينه صح؟ اضرب من تحت كده. يا لهوي، لو طلعت من تحت هطلع كلها. نبقى ندوق مع بعض. بسم الله. يلا يا هيما. بسم الله. يا جماعه انا عاوز اقول لكم الصوص ده اختراع. طب دوق من فوق كده. دوق كده يا ابراهيم السوق. ده صوص غزل البنات يا جماعه. ده سلنكاتيه بغزل البنات. هي كلها جميله. حلوه مش وحشة. حلاوتها ان فيها كريمه ياما. جميله والله. الكريمه اكتر من الكنافه. يعني السلنكاتيه الكنافه ده بالكريمه. يعني الكريمه بالكنافه. اشطوطه يا ابني، دي انا اشطوطه. فاهم يعني، ما دي اشطوطه بس معنى يعني كريمتها اكتر من الكنافه يعني. بس حلو والله. ده اختراع جامد. ادينا واحده كده عشان نتاكد لكم عنها. انا عايزه اتاكد بس اتاكد. عايز اقول لك بقى ان هنا الكنافه تعتبر مفيش كنافه. مفيش كنافه خالص. الكنافه قليله خالص يعني. بص الكنافه هنا طبقه بسيطه. طبقه بسيطه قوي قوي يعني. بص الكريمه طبقه كده. بس انا عايز اقول لكم ان ده اختراع جامد جدا والله العظيم بجد. لا احنا الصوص غزل البنات ده مش عارف انا حاج بلبن ده. بلبن بلبن عامل كنا هنعمل ايه؟ كنا هنموت من الجوع. عامل حاجات حلوه يا جدعان، كنا نشوف الحاجات الحلوه دي. ماشي. ديت برضه عجبتني هي والمانجا. وال اسمه ايه؟ والتاني الشوكولاته حلوه، الاوريو حلوه قوي. انا كنت بفكر اللي هي بالورد دي تبقى مسكره جامد. حلوه مظبوطه. نخش بقى طلع سكرها 10 على التاني. اسمها ده ايه؟ ريد فيلفت ده. ده غريب، حطت عليها الثانيه. ايه ده؟ اهو حاطط 2 صوصات. ده حاطط الصوص التاني، مع ان هو قال لي ده صوص لوحده ده صوص لوحده. حط غزل البنات على الريد فيلفت ده يا جماعه، اللي هو المفروض ده صوص الكريز. يعني ده صوص كريز الاحمر، ده صوص كريز. كميه اهي. حط لونين زي ما بيجوا في الاعلانات بس شويه يعني. بس حاطط شويه يعني، مش حاطط بتيجي في الاعلان بتبقى اللي كتير قوي. بيتحط في الاعلان بيبقى نص كده ونص كده. ما هو انت قلت اعلان، الاعلان لازم بيمولوا يحطوا الحاجه كتير يعني خاطر الناس تتشد. طيب انا هدوق برضو اللي هو الصوص ده لوحده كده في الطبق اهو. ثواني كده دوق يا هيما كده الصوص لوحده.
حلو. طب ندوق بقى كله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اشمعنى التانية دي كانت قشطة باينة فيها قوي يعني؟ هنا لان الكنافه قليله. باينة فيها اللي هي مربعة كده. دوقي كده بسم الله. حلو. مسكرة قوي. ناخد كمان معلقه من تحت كده. هي مسكرة. فين الكنافه؟ مفيش كنافه. ما هي فوق اهي. الكنافه شويه خالص. دي أحلى حاجة، خلي بالك. أنت بتاكل حاجة. بس المفروض يبقى في كنافه برضه يعني ياما. هو كلها كريمه على الصوصات. بس انا عايز اقول لك الصوص ده، الصوص ده اللي هو غزل البنات احلى من ده. دي مسكرة قوي. يعني صوص غزل البنات احلى من صوص الكريز. صح؟ صح يا مان؟ مسكر قوي قوي. بس هو كاختراع يا جماعه والله العظيم اختراع جامد جدا واختراع حلو بصراحه يعني. يعني الاختراع ده احلى من اختراع الكشري اللي هم كانوا عاملينه. أنا اللي فعلا مش عاجبني ناكل كشري والطعمية. الطعمية دي يعني ان هم مش يخترعوا هتاكل حاجه منها. بصوص الغزل البنات، صوص الكريز ده اختراع ما حدش عمله قبل كده. جامد بصراحة. مع الكريم بقى بورليه، مع القشطوطه بقى، مع الكريمه بقى، مع الكنافه، مع السكر المكرمل، مخلي الاختراع ده جامد في حته تانيه يا برام. صح؟ يعني احنا دلوقتي احنا مش عارفين بقى لو من غير بلبن كنا هنعمل ايه يا ابراهيم؟ كنا هنعمل ايه؟ عايزين يا اخي كنا عايزين كل واحد يحط نقط ليه. ماشي يا ستي، انا هقول لك انا بالنسبه لي، انا قولي انت اعمل بالترتيب. انا بالترتيب بالنسبه ليا. ماشي. الشوكولاته اوريو. ماشي ومانجا. تمام. وصوص غزل البنات ده. ماشي، وده اخر وده حاجه. اخر حاجه. ماشي. بالنسبه لي انا بالنسبه لي المانجا، الصوص اللي هو غزل البنات ده، تاني حاجه الشوكولاته، اللي هو صوص الكريم اللي هو ريد فيلفت. انا بالنسبه لي المانجا، مانجا. صوص غزل البنات، ماشي. والصوص دوت بعد كده الشوكولاته اخر حاجه. بجد مع ان ابراهيم يعتبر الاوريو يعني عجبني ايه؟ قوي. انا الاوريو بالنسبه لي ايه؟ ده كان الاوريو اخر بالنسبه حاجه. لي اول. الوري حلو بس حلو. الاوريو حلو بس حلو. لا بجد هي حلوه قوي قوي قوي. تجربه حلوه وتستحق الناس تجربها. صراحه احنا مش عاملين اعلان يا جماعه ولا اي حاجه، احنا بنجرب اي حاجه جديده عشان حبايبنا اللي بيكتبوا لنا في الكومنتات جربوا حاجات جديده. يعني يا جماعه كده كله يعني. كله من الاخر ما بين ال8 من 10 وال10 من 10، يعني معاك 8 9 10 كله حلو. اكتبوا لنا يا جماعه في الكومنتات، اكتبوا لنا يا جماعه في ايوه والله ما الكومنتات. ينزلش عن ال8 من 10. ايوه كله والله طعمه لا حلو. هو كله حلو الصراحه. بجد ما ينزلش كله كفايه طعمه عن جميل. بجد كله مظبوط. بس هي طبعا المانجا بتكسب رقم واحد في اي حاجه بس سبحان المانجا الله. المره دي طعمها حلو، ما تحسش لها حمض زي كل مره. فيا جماعه لو عجبكم بقى الفكره يعني اكتبوا لنا برضه في الكومنتات افكار برضه نعملها وتجارب نعملها معاكم ان شاء الله كده يعني، وان شاء الله في اي ترندات هنحاول ايه نجيبها لكم باذن الله. طبعا احنا يعتبر اخر ناس مجربين الترند ده، فاحنا ان شاء الله هنجرب لكم كل حاجه كل جديد. ومش مشترك في القناه اتفضل اشترك في القناه ووصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. ان شاء الله باذن الله نعمل لكم جديد ان شاء الله باذن الله. شكرا على الدعم بتاع المره اللي فاتت بتاع كل مره. ان شاء الله. يلا يا جماعه سلام.